حلقة امرأة. اتفضل يا أبو صلاح وسريعا. يا جماعة، لو أحد سأل المملكة العربية السعودية أو مسؤول سعودي لماذا لا تبيح الخمر، عندنا 1000 جواب وجواب له. ولكن عندما نسأل لماذا تحرم النساء من حقهم في القيادة، يرتجوا علينا لأنه ما عندنا حجة قوية. يعني المسألة ضعيفة جدا. أما الأخت كامبراء نفسها اعترفت بالحاجة إلى كاميرا للسيارة، وإلا وضعوا البيان الشهير اللي وزعته أنت يا عبد العزيز بالدعوة إلى إنشاء شبكة نقل للنساء. طيب نعم. كلموا وزير المالية الآن وقولوا له كم حتكلف الشبكة هذه اللي حتروح على كل بيت عشان تشيل الستات من بيوتهم. خلونا واقعيين، ما احنا ما نريد أن نعيش في دولة نفسية. لنسمع من الشيخ. وبكل حل نجمع له 30-40 مليار ريال عشان نحل مسألة تافهة كهذه. جميل. طيب يا أبو صلاح، لنسمع هذا. يا أخي لموا فلوسكم وروحوا قدموا للمالية. وأنا مبسوط أنك شعرت بحرقة الحقوق وما الحقوق. لا يا حبيبي، لحظة شوي. أقل حق للمواطن أن الحكومة تكفل له حقه، وليس كثير أن تدفع الدولة مليارات على مواطنيها، ليس كثير. يا أخي الآن شبكة قطارات جدة تكلفت أكثر من 21 مليار. ليه؟ مسألة تافهة يا أخي. ليش يا أخي؟ شوية يا أبو صلاح، شوية أبو صلاح. لذلك بما أنها مسألة تافهة يا حبيبي، خلوكم يا أخي بدل ما تروح مشوارك بنص ساعة خلها ساعتين. تروح تضيع 21 مليار ليه؟ إذا أنت تريد أن تحافظ على وقتك، نحن نريد أن نحافظ على بناتنا من التحرش، نريد أن نحافظ على بناتنا من شيء لا يليق بقيمتهن، نحن نريد أن نحافظ على كرامة بناتنا، نحن نريد أن نحافظ على نسيجنا. أما إذا أنت تفشل من الغرب، احنا ما نفشل من الغرب. إذا أنت عندك مشكلة مع الغرب أنك ما تقدر تودي وين تودي وجهك، حينما يسألك ليش الحرمة منسوق، أنا عندي وجه وأنا صريح، أنا عندي تميز. إذا أنت ما عندك تميز، لما الملك حفظه الله، لحظة، لما الملك سألوه عن بناء الكنائس ماذا أجاب؟ ألم يقل مثلنا مثل الفاتيكان ليش ما في مسجد؟ ليش ما يكون عندنا تميز يا جماعة؟ الإمش في أمريكا ما استطاعت أمريكا أن تفرض عليها قوانينها، حتى التعليم النظامي لم تستطع أن تفرضه. إذا يجب أن تكون عندك العزة، يكون عندك القوة في التميز يا أبا صلاح. عفوا يا أبا صلاح، دع الشيخ ينهي بالله. يكون عندك قضية التميز. أما تقول والله مليارات، خل المليارات يا أخي تنفق علينا يا أخي، خل المليارات يا أخي نذوق عسيلتها. يا أستاذ جمال، رجاء بده يعيش طبيعي، يعيش طبيعي. تبغى تعيش كالإيمش، عيش كالإيمش يا أخي. لا أنا ما أقول لك أعيش كالإيمش، أنا ما أقول لك كالإيمش، أنا أقول لك أنا أعيش طبيعي أحسن منك، وأنا عايش طبيعي من قبل. لكن أنت اللي تعيش حالة غير طبيعية، تريد أن تفرض أجندة غربية على بلدك. هذا المشكلة فيك يا جمال، من يوم ما كنت في الوطن وقبلها وأنت تريد أن تفرض أجندة غربية. لا تشخصن يا أخي، أنا معي قدامي رجل يرد علي زي الحين يقول أنا طالباني عادي، ما عندي مشكلة. أنا أقول لك القضية هي قضية أجندة غربية، المستهدف منهج بلدك، ليس المستهدف يا أخي والله لا حرمة سوق ولا حدرة. حينما تقول التي تركب مع منال الشريف، اعلموا أيها الناس إنه قد أرسل إليكم أنبياء منكم، فما بالكم لا تهتدون، إن أنبياءكم هم العلمانيين، فإنهم قد أتوكم ببرهان يقين، كفوا عن هذا السجال العقيم وأنصتوا لهم لعلكم تتفكرون، تجنبوا النبش في صفحات التاريخ لتثبتوا أنكم الفرقة الصحيحة والآخرين غير مصيبين، توقفوا عن الحديث عمن قال ماذا وعمن فعل ماذا منذ آلاف السنين، انبذوا تراثا رثا دفين، تراثا أثبت أنه عديم الصلاحية والفائدة وغير قابل للتطبيق. هذا كلام وجيه الحويدر، وجيه الحويدر اللي مع منال الشريف وراكبة معها. وجيه الحويدر أنا أتحداها الآن عبر هذا المنبر، أتحداها أن تنتقد المرجعية الشيعية التي تهين المرأة في زواج المتعة. أنا أقول لك يا أخي القضية استهداف بلدك، القضية كما أنك تقول أن المظاهرات لا تجوز في بلادنا للمصالح والمفاسد، نحن نقول أيضا للمصالح والمفاسد لا تجوز قيادة المرأة. وكما انتقدت سعد الشتري حفظه الله وافتريت عليه في ذلك الوقت، أنا أقول لك اليوم منال الشريف أحق بهذا، التي تجر اليوم بلدك إلى أمر لا تحمد عقباه. يا جمال أرجو منك أن تقف مع بلدك في مثل هذه الأزمات. بعد ما تنتهي الأزمات تعال نتحاسب أنا وياك.